بريب 2. هنبدأ مع بعض نكمل على ليسون المرة اللي فاتت. بص احنا خدنا المرة اللي فاتت ان الاليمنتس اللي بتبقى موجودة في السيم جروب في نفس الجروب، وخدنا الاليمنتس اللي بتكون موجودة في نفس البيريود، وقلنا ازاي نعمل ديترمينيشن لللوكيشن بتاعت اي اليمنت. ازاي اعرف الاليمنت ده موجود في اي جروب وموجود في اي بيريود في المودرن بيريودك تيبل. ماشي؟ فدلوقتي هنعيد تاني نفس الكلام وهنشرحه بتفصيل اكتر عشان نفهمه وما نتلخبطش فيه تاني. ماشي؟ طيب الاليمنتس اللي بتبقى موجوده في نفس الجروب، الاليمنت دي they are different in the number of energy زي ما قلنا. ازيك مركزه معايا؟ ماشي. الصوديوم 11 والكي اللي هو البوتاسيوم 19. الصوديوم والبوتاسيوم موجودين فين في البريودك تيبل؟ في نفس الجروب، في نفس الايه؟ الجروب. يبقى اذا هكتب هنا سيم جروب. هوزع يبقى 2 8 1. طيب انما الكي 19 يبقى 2 8 8 1. الاثنين في نفس الجروب. عرفت ازاي؟ افرض انا ما اعرفش الاتوميك نمبر ده، اعرف ازاي ان هو موجود في الجروب نمبر 1؟ اشوف الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو 1 وهنا 1، يبقى ده كده اسمه ايه؟ اوتر موست انرجي ليفل. يبقى الاوتر موست انرجي ليفل ده بيعبر لي عن مين؟ عن الجروب نمبر اوف الجروب او الجروب نمبر. خلاص؟ يبقى الجروب نمبر ده الاوتر موست انرجي ليفل او النمبر اوف الالكترونز اللي موجوده في الاوتر موست انرجي ليفل. خلاص؟ طيب. طب عايزه اشوف بقى بالنسبه للبيريود، عايزه اجيب 2 اليمنت، ال2 اليمنت دول يكونوا موجودين على نفس الايه؟ البيريود. زي مين؟ خلي الصوديوم ثابت معانا، بدل ما انزل لتحت لا همشي للجنب في البريودك تيبل. اللي جنب الصوديوم اللي هو المغنيسيوم. المغنيسيوم ده كام؟ 12. خلاص؟ طيب تعالي نوزع بسرعه تاني. يبقى 2 8 1 ده بالنسبه للايه؟ لل11. طب بالنسبه لل12 لما اجي اوزعهم اعمل لهم الكترونيك كونفيجريشن يبقى 2 8 2. تمام؟ هل هنا الاوتر موست انرجي ليفل الكترونز زي بعضها متساويه؟ طبعا لا. طيب يبقى دول موجودين على نفس الايه؟ البيريود. يبقى اللي موجودين على نفس البيريود ما بيكونش الاوتر موست انرجي ليفل فيهم نفس الالكترونز، بيكونوا مختلفين. امال متساويين في ايه؟ في النمبر اوف انرجي ليفلز. هنا 3 ادي 1 2 3، وهنا 1 2 3 انرجي ليفلز. يبقى هكتب هنا دول كده في سيم بيريود وهقول هنا number of energy levels بتساوي البيريود نمبر.
فهمنا ان البيريود نمبر هو النمبر اوف ايه؟ اوف انرجي ليفلز بعدهم. يبقى مره بعد عشان اعرف البيريود اعد الايه؟ الليفلز. والمره الثانيه بعمل ايه؟ المره الثانيه بعمل ايه؟ بشوف الاوتر موست انرجي ليفل في الجروب بيساوي كام عشان اعرف هما في جروب نمبر ايه بالظبط. ماشي. طيب يبقى زي ما قلنا احنا بنتكلم على نفس الجروب. يبقى هنا زي ما احنا قلنا ادي الصوديوم وادي البوتاسيوم. طالما بتكلم على نفس الجروب يبقى بتكلم على الاوتر موست انرجي ايه؟ انرجي ليفل. طيب different in the number of energy levels. طبعا هنا كام انرجي ليفل؟ 3. وهنا كام انرجي ليفل؟ 4. يبقى هما مختلفين في الايه؟ في النمبر اوف انرجي ليفلز. طيب امال الاليمنتس اللي موجوده في نفس البيريود بيبقى النمبر اوف انرجي ليفلز بتاعتها سيميلار، بتبقى ايه؟ متساويه. سيميلار هنا different لكن هنا ايه؟ سيميلار. ازاي سيميلار؟ زي ما قلنا 3 انرجي ليفلز موجودين عند الصوديوم والمغنيسيوم برضو 3 ايه؟ انرجي ليفلز. طيب بالنسبه للكيميكال بروبرتيز، الكيميكال بروبرتيز بتاعت اللي في نفس الجروب زي الصوديوم والبوتاسيوم بتكون سيميلار ان ذا كيميكال بروبرتيز، يعني نفس. وده اللي قاله مين؟ ده اللي قاله مندليف. مندليف قال ان هي بتكون سيميلار في الايه؟ in the same group. in the same group. يبقى الجروب بتكون سيميلار في الكيميكال ايه؟ بروبرتيز. اما البيريود بتكون ايه؟ different in the chemical properties. طب ليه؟ ليه هيكونوا متساويين في البروبرتيز بتاعتهم؟ عشان ايه؟ عشان الاوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 الكترون، لذلك بتقع فين؟ او لوكيتد ان ذا 1A جروب. صح؟ طيب ليه بقى البيريود بتكون ديفرنت في الكيميكال بروبرتيز؟ لان هنا الاوتر موست انرجي ليفل 1 لكن هنا الاوتر موست انرجي ليفل 2، يبقى هم اصلا ديفرنت في الايه؟ في الاوتر موست انرجي ليفل. طالما ديفرنت في الاوتر موست يبقى على طول ديفرنت في الكيميكال ايه؟ بروبرتيز. يبقى دايما اللي شبه بعض في الخصائص وليهم نفس الخصائص الكيميكال بروبرتيز دي بتكون اللي موجودين في نفس الايه؟ في نفس الجروب مش في نفس البيريود. يبقى الجروب هو اللي سيميلر. ماشي؟ طيب هنا بقى المغنيسيوم نديكي مثال. فور اكزامبل المغنيسيوم، قلنا المغنيسيوم ده كام؟ 12. تعالي وزعي بقى 2 8 2. ماشي؟ طيب ومديكي مين كمان مع المغنيسيوم؟ الكالسيوم. كالسيوم 20. ادي الكالسيوم 20. تعالي بقى نعمل الكترونيك كونفيجريشن يبقى 2 8 8 2. طيب الاوتر موست انرجي ليفل هنا وهنا واحد ولا لا؟ سيميلر. صح؟ يبقى هما سيميلر في الاوتر موست انرجي ليفل، فبالتالي كونتين كام؟ كونتين 2 الكترونز. ماشي؟ يبقى هنقول ليه لما يقول لي جيف ريزون ليه المغنيسيوم والكالسيوم اللي هو 20 ار سيميلر ان زير بروبرتيز؟ عشان هم على نفس الايه؟ على نفس الجروب. عرفت منين ان هو على نفس الجروب؟ علشان الاوتر موست انرجي ليفل كونتين 2 الكترونز. سهله كده؟ طيب الالومنيوم والكلورين بيقول لك ليه ار لوكيتد ان ذا سيم بيريود؟ ليه بيقعوا على نفس البيريود؟ يبقى لازم اوزع يبقى 2 8 3 ده بالنسبه للالومنيوم، وبالنسبه للكلورين 2 8 7. هل ليهم نفس الاوتر موست انرجي ليفل؟ لا. طب هل ليهم نفس الانرجي النمبر اوف انرجي ليفلز اللي هم 3 انرجي ليفلز، وهنا برضو 3 انرجي ليفلز؟ طالما ليهم نفس النمبر اوف انرجي ليفلز يبقى انا كده بتكلم عن مين؟ عن البيريود.
يبقى هما ليهم نفس البيريود. يبقى ليه هما الاثنين بيبقوا بيقعوا في نفس البيريود؟ هقول because they are similar in the number of energy levels. هنا 3 وهنا 3 energy levels اهي 3 energy occupied by ايه؟ by electrons. فهمنا كده؟ طيب how to determine the atomic number of elements of group A by knowing their location in the periodic table. اعكسي بقى، مش احنا كنا عارفين الاليمنت وعارفين الاتوميك نمبر بتاعه عشان كده وزعنا، او على اساس كده وزعنا. زي هنا احنا كنا عارفين ان في ايه 11 وكنا عارفين ان ده فيه ايه 12. طب افرض انا مش عارفه، انا ما اعرفش اي حاجه غير ان المغنيسيوم ده بيقع في ال 2A، في الجروب 2A، وان الصوديوم ده بيقع في الجروب 1A، واعرف كمان ان الصوديوم ده بيقع في البيريود نمبر 3، واعرف ان المغنيسيوم ده بيقع فين؟ في البيريود نمبر 3. ده اللي انا اعرفه، لكن ما اعرفش الاتوميك ايه؟ الاتوميك نمبر. مثلا اما عرفت ان هو بيحتوي على 3 انرجي ليفلز، خلاص، مثلا زي 2 و8 و1. احنا قلنا ان الثلاثه دول بيعرفوني البيريود، ودي بتعرفني ايه؟ الجروب اللي هو في المستوى الطاقه الخارجي بيعرفني ايه؟ الجروب. طيب لو جيت جمعت بقى دول، خلاص كده انا عرفت ان هو 3 انرجي ليفلز، وعرفت ان هو 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل. يبقى اجمع بقى 2 ده لازم هيكون مكتمل بالالكترون، وده برضه هيكون مكتمل بالالكترون. طالما هنا 1 يبقى الاثنين اللي قبله مكتملين بالايه؟ بالالكترونز. يبقى 2 8 1 يعني 11 يعني 11، يبقى انا بتكلم عن الصوديوم. فهمتيها؟ فهمتي بنجيبها ازاي؟ يبقى هو بيقول لك the sum of numbers of electrons. بعد ما جبت خلاص وعرفت الالكترونز هنا كام، طالما هنا 1 يبقى هنا في 2 وهنا في ايه 8، اجمعهم كلهم على بعض يديني مين؟ يديني الاتوميك نمبر اوف element. ماشي. طيب the number of electrons that revolve in energy levels بتساوي، لان احنا لسه قايلينها دلوقتي حالا يا ملك اهي، النمبر اوف الالكترونز بيساوي النمبر اوف البروتون بيساوي الاتوميك ايه؟ الاتوميك نمبر. ماشي؟ يبقى number of electrons equal the number of protons equal the atomic number of the element. جايب لي ايه؟ calculate the atomic number of each of the following elements. مديني الاليمنت x، انا ما اعرفش هو مين، هو مديهولي x located in the second period in the group 7A. ايه ده؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان هو في البيريود نمبر ايه؟ نمبر 2. يبقى انا دلوقتي عرفت ان هو في البيريود نمبر كام؟ نمبر 2. وعرفت ان هو في الجروب نمبر كام؟ مش هو 7A؟ يعني الاوتر موست انرجي ليفل كونتين كام؟ 7 الكترونز. يبقى اذا بيقع في الجروب نمبر 7. طيب وعندي ذا اليمنت، هو عايز الاتوميك نمبر، خلي بالك، يعني هو مديني اهو الاليمنت اكس ده، وعايز اعرف الاتوميك نمبر بتاعه اللي بيبقى مكتوب هنا ده، عايز اعرفه كام. اقدر اعرفه؟ اقدر اعرفه عادي، بسهوله جدا. احنا قلنا البيريود اللي هي نمبر اوف انرجي ايه؟ ليفلز، صح؟ يبقى دي 1 ادي 2، والاخير فيه كام؟ اللي هو الاوتر موست انرجي ليفل فيه 7، والاولاني اكيد كده كده مكتمل completely filled with electrons. يبقى اكتب هنا كام؟ المستوى الاول 2، يبقى 2 7 7 و2 يبقوا كام؟ 9. يبقى الاتوميك ايه؟ 9. فهمتيها جبناها ازاي؟ طيب الواي is located in the third period والزيرو جروب. يبقى عندي البيريود 3 والجروب اللي هو كام؟ 0.
طيب احنا قلنا البيريود يعني 3 ايه؟ انرجي ليفل. طيب والجروب زيرو يعني الاوتر موست انرجي ليفل. لا الزيرو ده بيكون مكتمل with الكترونز، ماشي؟ يبقى كونتين ايه؟ 8 صح؟ مش الزيرو جروب هنا. الزيرو جروب ده اللي هو يعتبر اللي هو 8 بعد 7 8 ماشي؟ يبقى هتلاقي طول ما هو موجود في الاخر ده هيبقى نوبل جاز، والنوبل جاز الاوتر موست انرجي ليفل ليه بيكون فيلد ويز ايه؟ ويز الكترونز. واحنا عارفين ان الثيرد انرجي ليفل كونتين 8 الكترونز، ماشي؟ يبقى هنا ايه؟ 8 ده برضه هيكون كومبليتلي فيلد، واللي قبله هيبقى 2. يبقى 8 و8 كام؟ 19 16 16 و2 18. يبقى ده هيكون 18. يبقى الواي ده هكتب كده الواي 18. بس هي دي الاجابه. فهمنا بتيجي ازاي؟ مثلا الاكس عايز اعرف الاتوميك نمبر بتاعه كام، ماشي؟ وانا عارفه ان هو في البيريود نمبر 4 والجروب بدأت تشوف البيريود نمبر 4 معناها 4 انرجي ليفلز. عملت الفور انرجي ليفلز وبدأت تشوف الجروب نمبر 7 معناها ايه؟ معناها ان الاوتر موست انرجي ليفل contain 7 electrons. number of an element اللي هو الاتوميك نمبر هنا اللي هو ال 8 increases from the element preceding it اللي هو اللي بيسبقه بايه؟ ب 1 الكترون، يعني بيزيد عن اللي قبله ب 1 الكترون. طب هنا بيزيد عن اللي قبله بكام؟ ب 8 الكترونز except ما عدا مين؟ ما عدا الليثيوم والهيدروجين. الليثيوم بعد الهيدروجين بس ده 1 الاتوميك نمبر بتاعه 1 والليثيوم الاتوميك نمبر بتاعه 3. يبقى اذا الليثيوم بيزيد عن الهيدروجين ب 2 الكترون. ده الاكسبت الوحيد اللي عندي في البريودك تيبل كله، ماشي؟ طيب scientists cannot discover a new element between sulfur and chlorine. السلفر 16 والكلور 17 او كلورين 17. ليه العلماء ما اكتشفوش اي element في النص والاتوميك نمبر بتاع الكلورين بيزيد عنه بايه؟ ب 1 الكترون بس، ماشي؟ يبقى هي دي الاجابه because the atomic number of an element is an integer and it increases in the same period. لانهم على السيم ايه؟ period. in the same period from one element to the following element by a by 1 electron. طيب study the opposite figure that shows the electronic configuration of element Z. يعني هو مديني هنا element Z ده اهو، وتعالي نشوف contain كام الكترون. بص الالكترون او الانرجي ليفل ده contain كام الكترون؟ 2 الكترون. طيب والاوتر موست كونتين كام الكترون؟ 5 الكترون. يبقى اذا انا قدرت دلوقتي اعرف ان هو 2 5. يبقى الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 7. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الزد الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 7. هو عايز الاتوميك نمبر بقى بتاع ايه وبتاع بي، يعني نعملهم برضو بنفس الطريقه بس انت اللي هتعمليهم بقى. قولي وانا هكتب. هتبقى 2 وبعدها 6 يبقى يبقى كام؟ 8. يبقى 8. يبقى اذا الايه ده ب 8. 2 اللي جوه ده 2. ها اللي بعده كام واحد؟ اكيد اوكيوبايد باي الكترونز صح؟
8 يبقى completely filled. واللي بعده 1 2 3 4 5 يبقى 5 يبقى كله كام؟ 15. يبقى ده الاليمنت بي بكام؟ ب 15 الاتوميك نمبر بتاعه، والنمبر اوف الكترونز والنمبر اوف بروتونز كلهم بيساووا بعض، بيساووا الاتوميك ايه؟ نمبر. conclude the atomic number. هنا عايز الاتوميك نمبر بس بتاع مين بقى؟ الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت واي. طيب الاليمنت واي ده فين؟ مش موجود قدامي، انا قدامي دي ودي اهو كاتب لي بقى follows element دي in the same group، يعني بعد الاليمنت دي في السيم جروب. طبعا جروب يبقى ماشيه كده، يبقى في السيم جروب الواي المفروض موجود هنا، يبقى هنا الاكس وهنا مين؟ الزد. طيب عايزين الاتوميك نمبر بقى. انا عندي واحد بس هو اللي ايه؟ اللي نون، هو اللي معروف، اللي هو البي. احنا قلنا هنا نفس الايه؟ البيريود. طول ما انا ماشيه كده يبقى نفس الايه؟ البيريود. ده بيزيد عن اللي قبله بكام؟ 1 هيبقى 90. 1 يبقى المفروض كده ده هيسبق ده بايه؟ يبقى هنا ده 90. طب الاكس على نفس الجروب، يبقى 28. على نفس الجروب يبقى 20 ايه؟ 28. لان بتزيد المفروض نزود كام؟ 8. والواي لسه ما جبناش الواي ايه؟ على نفس الجروب صح؟ مش دول كده نفس الجروب؟ لما يكون ده 19 يبقى اللي قبليه كام؟ ننقص من ال 19 8 صح؟ يبقى قبل ال 11. ماشي 11. واللي بعده؟ هتبقى 3. برافو. يبقى الدي المفروض بتاعه ايه؟ يونت دي. ماشي. مندليف بريودك تيبل، وقلنا موستلي بريودك تيبل ومودرن بريودك تيبل. قلنا مندليف بريودك تيبل دي elements are classified in ايه؟ in ascending order according to الاتوميك ويت. ده اللي قاله مندليف. واللي قاله موستلي ان هو according to مين؟ الاتوميك نمبر. والساينتست رازرفورد قال ايه؟ قال ان النيوكليوس دي كونتين ايه؟ بوزيتيف بروتون. طيب وبور قال ايه؟ زمين انرجي ليفل، وقال ان هما كام في الهيفيست اتوم؟ 7 انرجي ليفل. والمودرن بريودك تيبل كلاسيفايد برضو على حسب الاسندنج اوردر according to مين؟ الاتوميك نمبر. وفيلينج زي انرجي سب ليفلز with ايه؟ with electrons. وقال ان النمبر اوف النون elements هم كام؟ 118 و92 element are abundant to the earth's crust. والباقي بريبيرد ايه؟ artificial صناعيا. ماشي. طيب the modern periodic table consists of 7 horizontal period و18 vertical جروبس. والمودرن بريودك تيبل كلاسيفايد 4 بلوكس اللي هو الاس والبي والدي والاف. طيب الاس بلوك لوكيتد ان ذا ليفت سايد، اما البي ده في الرايت ايه؟ سايد، والدي ان ذا ميدل، والاف لوكيتد بلو ذا بريودك تيبل. طيب determination of the position of the element in the modern periodic table. يبقى عرفنا ان البيريود نمبر بتساوي number of الانرجي ليفل occupied by electrons، اما الجروب نمبر بتساوي number of electron in the outermost energy level. والelement in the same group similar in the number of electrons in the outermost energy level, so they are similar in their chemical properties. بيبقوا متشابهين في الكيميكال، يبقى متشابهين في النمبر اوف الاوترموست انرجي ليفل الكترونز وسيميلار في الكيميكال بروبرتيز. طيب الاليمنتس اوف سيم بيريود
are different in the number of electrons in the outermost energy level, so they different in their chemical properties.